تخيلوا معايا، لو حياتك كانت ماشية عادي، بتحب جوزك، شايلة بيتك وعيالك، وفجأة بدون سابق إنذار تتحول حياتك لجحيم، وجحيم مصدره مشكلة ورث دخلت بين الأم والخالة. يا ترى مين اللي هيدفع التمن؟ ويا ترى لما الدنيا تقلب على الوش التاني، الأسرار هتفضل مدفونة ولا هتظهر على السطح؟ قصة النهاردة فيها كل ده وأكتر، فيها طلاق، فيها أسرار، وفيها سحر. سحر. كملوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا الحقيقة كاملة، وتشوفوا إزاي اللي ماتوا ممكن يخربوا حياة اللي عايشين. أنا اسمي سارة، متجوزة ابن خالتي. حياتنا كانت زي أي بيت مصري عادي، فيها الحب والضحك والخناقات الصغيرة اللي بتعدي. جوزي كريم كان حنين وطيب، وعيالنا هم نور عينينا. بيتنا كان مليان دفى وأمان، وما كنتش أتخيل في يوم من الأيام إن السعادة دي ممكن تتسرق مني بالشكل ده. كل حاجة بدأت لما حصلت مشكلة ورث كبيرة بين أمي وخالتي اللي هي حماتي في نفس الوقت. الدنيا اتقلبت رأساً على عقب، وخالتي أم جوزي كانت مصرة إني أقف معاها ضد أمي، وأمي كانت عايزاني أقف معاها ضد خالتي. لقيت نفسي في النص زي اللي واقف في حرب ومش عارف مين صح ومين غلط. كل اللي كنت عايزاه إني أحافظ على بيتي وعلى جوزي وعيالي، فقلت لهم بصراحة أنا ماليش دعوة بالمشاكل دي، كل اللي يهمني جوزي وولادي وبس. الجملة البسيطة دي قلبت حياتي. أمي قطعتني وما بقتش تكلمني، ومن ناحية تانية حماتي أو خالتي حلفت عليا إنها هتخلي ابنها يطلقني. في الأول ما خدتش كلامها على محمل الجد، يعني دي خالة ودي أم، والدم عمره ما يبقى مية، صح؟ يا ريتني كنت أعرف إن الشيطان ممكن يدخل بين أقرب الناس. بعد شهر واحد بس من المشكلة دي، كريم جوزي اتقلب 180 درجة، بقى إنسان تاني خالص. كل ما يشوفني يقولي مش عايزك، أنا كرهتك، كلام زي السكاكين بيدخل قلبي. وبدأ يضربني بدون سبب على أتفه الأسباب. كنت بستحمل، أقول يمكن فترة وهتعدي، يمكن عشان مشاكل أمه وأمي، يمكن الغيرة بين الستات. ماليش غيره، أبويا متوفي، وأمي اللي كنت سندها في الدنيا قطعتني. لما بتصل بيها مش بترد، ولما رحت أزورها عشان أصالحها وأشرح لها اللي بيحصل طردتني من بيتها. كنت وحيدة مكسورة ومفيش ليا سند في الدنيا غير ربنا وولادي. فضلت مستحملة وبسكت على تصرفات جوزي اللي كل يوم بتزيد قسوة، لحد ما في يوم جيت من بره لقيت الشنط بتاعتي بره البيت. جوزي كان مطلقني. خالتي اللي هي أم جوزي كانت واقفة بتشمت فيا، وأنا ماشية بجر ورايا ولادي لقيتها بتقولي بصوت مليان انتصار: مش قلتلك هخليه يطلقك؟ وقتها حسيت إن الدنيا بتلف بيا، قلتلها منك لله مش مسامحاكي، ومشيت. رحت لأمي اللي بصعوبة وافقت تقعدني معاها، وقالت لي هسيبك تقعدي عشان ولادك، وعشان ده بيت أبوكي ما قصرش معانا في أي حاجة. معاملتها ليا كانت جافة، كنت حاسة إني عبء عليها، لكن كانت بتعامل ولادي أحسن معاملة، وده اللي كان بيهون عليا. فضلت عايشة على الحسرة والوجع، أقول يا رب إيه اللي بيحصل لي؟ كل ده عشان مشاكل ورث. وفضل الوضع كده لحد ما جت أيام كورونا. كنا كلنا بنخاف من المرض ده ومن ناره اللي كانت بتاكل الأخضر واليابس. في عز الأزمة دي عرفت إن خالتي اللي هي حميتي اتصابت بكورونا وكانت تعبانة جدا. كنت بدعيلها رغم كل اللي عملته فيا، عشان مهما كان دي جدة ولادي، لكن قدر ربنا إنها تتوفى. بعد وفاتها بأيام بنت خالتي جابت لي ظرف وقالت لي أمي سايبهولك. فتحت الظرف وأنا قلبي مقبوض، لقيت فيه 3000 جنيه وجواب. الجواب ده اللي غير حياتي كلها. حماتي اللي كانت السبب في خراب بيتي وطلاقي كاتبة بخط إيدها إنها بتطلب مني أسامحها، وإنها ندمانة على اللي عملته فيا. بس الصدمة الأكبر كانت في اللي بعد كده، كاتبة إنها عملت لكريم ابنها عمل سفلي عشان يكرهني ويطلقني، وكاتبالي كمان واتس الشيخة اللي عملت عندها العمل ده عشان أكلمها تفك العمل وأرجع بيتي تاني، وكاتبة إن الفلوس اللي في الظرف دي هي فلوس فك العمل، وحلفتني وأمنتني إني محدش يعرف بالموضوع ده بعد وفاتها. قلبي كان بيترعش وأنا بقرا الجواب. معقول كل اللي حصل لي ده كان صح عشان مشاكل ورث؟ معقول الكراهة توصل للدرجة دي؟ ما قدرتش أستنى لحظة واحدة. كلمت الشيخة دي على الواتس وعرفت إنها في جنوب سيناء ومش من مصر أصلاً، وقربت تسافر.
ما كانش قدامي غير حل واحد، طلبت منها تفك العمل عن طريق الواتس، وفعلا وافقت وبعتلها الفلوس اللي في الظرف وعرفتها إن خالتي هي اللي كانت عاملة العمل ده عندها. الحمد لله ربنا استجاب لدعائي وفكت العمل. بعد أيام قليلة كريم جوزي رجع معايا زي الأول بالظبط، كأن مفيش حاجة حصلت وكأن الكابوس ده كله ما حصلش. رجعت بيتي ورجعت لي حياتي. بس هنا بدأت المشكلة الجديدة والأصعد. أخت جوزي اللي هي بنت خالتي فاكرة إن أمها كانت حطالي في الظرف حاجة كبيرة، فلوس من ورثهم مثلا. بحلف لها إن هي فاهمة غلط وإني ما خدتش ولا مليم من ورثهم، بس هي مش مصدقة، وبدأت تخلي كل إخواتها يقولوا نفس الكلام، إني أكلت ورثهم. أنا مظلومة والله العظيم، وحماتي في الجواب محلفاني محدش يعرف حاجة. مش عارفة أعمل إيه، أقول لهم على السحر اللي حماتي عملته عشان أبرئ نفسي؟ طب إزاي أحافظ على سر واحدة متوفية؟ وجوزي حلف عليا أكون طالق لو معرفش الحقيقة. يا رب دلني أعمل إيه؟ ودلوقتي يا جماعة بعد ما عرفتوا كل اللي حصل لسارة، عايزة أسألكم سؤال مهم جدا. لو كنتوا مكان سارة كنتوا هتعملوا إيه؟ هل كنتوا هتكشفوا سر حماتها المتوفية عشان تبرئوا نفسكم، خصوصا بعد حلفان جوزها بالطلاق، ولا هتحافظوا على الأمانة وتتحملوا الاتهام؟ الوضع صعب والمشكلة معقدة. مستنية رأيكم كلكم في التعليقات تحت. شاركوني بأفكاركم، بتجاربكم، أو حتى بنصيحة من القلب لسارة. كل رأي هيفرق، وكل كلمة ممكن تكون طوق نجاة. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم قصصنا الجديدة أول بأول. أشوفكم في فيديو جديد وحكاية جديدة.